الناس اللي بتقول ان الاعلاميه شيماء جمال ست مزعجه جدا وكل شويه تطلع في البرامج وده احنا هتخلينا نتعاطف مع فراج بسبب اللي انت بتعمليه. يا جماعه حطوا نفسكم مكان الام دي. الام دي اتذبحت قبل ما بنتها تتذبح، اعتبرتنا احنا جمهورها كسند ليها، كناس بتتعاطف معاها ومع بنتها ومع اللي حصل لها، فهي مبسوطة بينا. بتطلع تتكلم لما خلت الموضوع بقى رأي عام، وبعد كده الست سكتت. لكن انتوا اللي رجعتوا الموضوع تاني لما اتعمل مسلسل ورد وشوكولاتة والناس كلها اتكلمت عنه وبقى ترند. فالطبيعي جدا انه انتوا كده رجعتوا الجرح تاني، رجعتوا لها الوجع تاني من الاول. فالقنوات بتستضيفها عشان تسألها عن المسلسل هل هو حقيقي ولا لأ. وكمان هي طلعت عشان ترد على وطياء على رأيها، اللي هي صاحبة بنتها اللي ما صنتش العيش والملح، صاحبة الغدارة اللي فيها غل غير طبيعي من بنتها. طلعت تقول ان هي لما شافتها في المشرحة قال ايه كانت راسها راح ناحية الشمال، وهي لما ركنتها الشهادة راسها راحت ناحية اليمين. ازاي اصلا وهي كانت ميتة بقالها 7 ايام؟ انتي بتستخفوا بعقولنا ولا ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ وقلعتيها ضوافرها، قلعتيها ضوافرها ايه؟ ده كفايه بس ميه النار اللي اتدلقت عليها. وعماله تقولي اصل هي طمعت في ايه؟ ده جوزها على سنة الله ورسوله، من حقها تطلب اللي هي عايزاه، وهي على فكره ما طلبتش اكتر من حقها. انت المفروض صاحبتها، يعني المفروض كتمت اسرارها، ما ينفعش تطلعي تتكلمي عنها، ما تتكلميش عنها غير كل خير. اطلعي قولي المواقف الحلوه اللي حصلت، اطلعي اتكلمي عن الجانب الكويس من صاحبتك، او اطلعي قدمي محتوى ليكي، ما تتلزقيش فيها، ما تتلزقيش عشان تتشهري اكتر على قفاها. وهي اصلا هي كانت عايشه، هي بعدت عنك.